الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشكر الأخ الفاضل محمد الدلال، الأستاذ محمد الدلال، والعم أبو محمد اللي تشرفنا في التواجد في ديوانهم الكريم، واللي يحتضن اليوم ثلة طيبة ومباركة من أبناء الشعب الكويتي في هذه الفترة العسرة التي تمر بها الكويت، لكنها بإذن الله هذه الفترة إلى زوال، وسيأتي غد بإذن الله مشرق وأفضل. لا شك أن في كلفة دفعها 626 ما بين رب أسرة سحبت جنسيته وتم تشريد أبنائه ونسائه، وما بين معتقل وسجين الآن هو يقبع في السجن المركزي، وما بين شباب وسياسيين يترددون على المحاكم بين فترة وأخرى. بس الكلفة ما دفعها ال 626 بروحهم، الكلفة دفعها كل وجه كويتي نجده يتألم، كل إنسان كويتي نجده في كل مكان يتألم على واقع الكويت. هي كلفة عالية بالتأكيد، لكن هذه ضريبة يقدمها أبناء الشعب الكويتي في هذه الفترة الحرجة التي استأسدت فيها السلطة وبطشت بأبناء الشعب الكويتي. السلطة حتى تصل للمرحلة هذه اللي يتم فيها تصوير عمر العريمان إنه كاتب على جدار وإتلاف ممتلكات دولة، ومحولات الكويت ما في لفظة قبيحة إلا هي مكتوب عليها، ولا حد تكلم ولا حد دورهم. حتى تصل للمرحلة هذه فعلت الشيء الكثير، أغلقت قنوات وسحبت تراخيص صحف، وإحدى القنوات حتى تغلقها ما لقت درب إلا تسحب جنسية صاحبها. فهي بالفعل كلفة دفعتها السلطة، لكن أنا أزعم وأنا متأكد أن السلطة والأسرة دفعت من الكلفة أكثر مما ندفعه نحن الآن. وأنا راح أكد لكم هالكلام هذا. الفجوة أصبحت كبيرة جدا وغير مسبوقة، مع أن نظام الحكم في الكويت والأسرة الحاكمة في الكويت حكمت واستمرت بالتوافق والتراضي. يعني هم ما حكموا غصب ولا بالسيف ولا بقتال، ولكن بالتوافق والتراضي. ومن يحكم بالتوافق والتراضي يجب أن يحافظ على مساحة وعلى حدود في العلاقة ما يلغي فيها شرعية المواطنين، لأن الكويتيين ما ألغوا شرعية النظام في الغزو. لما سقطت الدولة وتم احتلالها، الكويتيين ما كانوا وقتها ترى خايفين من محمد الخالد في الغزو، ولا خايفين من سحب الجناسي، ولا خايفين من الجرجرة في المحاكم. راحوا بايعوا الأسرة وجددوا البيعة وجعلوا عودة النظام والأسرة قرينة بعودة الكويت. وهذه ما زلنا نذكر كلمة الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتيران لما قال غريب هذا الشعب إنه ما في ولا عميل، بينما نص فرنسا شكل الحكومة مع الألمان في الاحتلال الفرنسي. لكن بعد 25 من سنة من هالملحمة الوطنية يحدث ما حدث وتستمرئ السلطة مثل هذا الأمر. الكلفة الثانية اللي تدفعها الدولة، يدفعها النظام، حتى مصداقية وجود ديمقراطية في الكويت ما عاد لها قيمة، لا عند الكويتيين ولا عند اللي برا. يعني يوم من الأيام أذكر في استجواب الشيخ أحمد العبد الله حضر أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري، وأنا كنت أحد المستجوبين. فبعد الاستجواب شفته كان يقول عندكم برلمان يحق لكم أن تفخروا به. كان يقول أحمد عمر هاشم، دكتور أحمد عمر هاشم، قال أنتم لديكم أجرأ برلمان ولدينا أعرق برلمان، فيا حبذا لو اجتمعت العراقة بالجرأة. كانوا الناس أبو بدر عليهم الربع ينظرون للكويت
رغم الهامش الموجود إن بلد في حرية. الآن ترى كل الناس تعتقد أن الكويت ما تختلف عن محيطها. وأنا راح أذكر لكم مقالة عبد الرحمن الراشد رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، لما دشتي تكلم وتطاول وضرب وتبجح وطلع بالمطار كأنه دولة دستور يعني ما نقدر نعتقله، وطلع وسافر يقول عبد الرحمن الراشد في مقاله دشت الكويت، يقول تستطيع أن تقول أن في الكويت ديمقراطية لأن هناك برلمان أعضاء منتخبون وحكومة تتم مساءلتها من قبل النواب، وهناك شيء من النقد في الصحافة الكويتية. وفي نفس الوقت تستطيع أن تقول أن الكويت دولة مثل محيطها فيها حقوق ممنوعة وتجاوزات قانونية، وحكومتها لا تنتخب، وإعلامها المخالف يعطل وتسحب تراخيصه، والسلطة تتدخل فتجرد الجنسية ممن اعتبرتهم خطر، وتغلق محطات تلفزيونية، وتسجن مغردين، وتلغي حصانة نواب، وتحكم عليهم بالسجن. إذن الكويت اليوم ما عادت الكويت اللي تسمى واحة أمان، ما عادت الكويت اللي لما يضيق بصاحب رأي بلده وصدره يلجأ للكويت. الكويت اليوم تضيق صدور أبنائه فيلجأوا للخارج. هذه خسارة مو احنا اللي دافعينها بس، لو كان في عاقل لعلم أن السلطة تدفعها غالية. الأمر الثاني، كنا ننازع ونناقش، بعض الناس يقولون يا جماعة أنتم عطلتوا التنمية وكل استجوابات وكل صراع وكل شارع. من تقريبا من 2012 احنا برا البرلمان، من سنتين ما في شارع، والنتيجة تدهور هائل وانحطاط قيمة البرلمان، حتى أن كثير من الكويتيين، حتى بعد ما يقولون كل الكويتيين، قال كل الكويتيين، كثير وغالبية عظمى من الكويتيين ما تعتبر أنه في برلمان. كلمة أبو مشاري العنجري يقول المفروض يسمونه، يحولونه إلى مول الأمة، مجمع تجاري وخلاص، على الأقل في إيراد بدال مصاريف ورواتب ولجان، واليوم اجتمعنا واليوم. ورغم ذلك، رغم كل ما حدث، هم متمسكين في البرلمان الحالي. شوفوا يا اخوان ايش صار فيهم. يقولون الحوبة تبطي وما تخطي، انا اقول ما تبطي ان شاء الله ولا تخطي باذن الله. شوفوا الوضع اللي هم وضعوا فيه انفسهم الان. 5 نواب استقالوا من هالمجلس وتمسكوا فيه، 1 توفاه الله عز وجل، 1 انحاش أو نحشوه، وصلنا ل7، 9 قاطعوا جلسة احتجاجا على الحكم على خلية إرهابية. كم وصلنا؟ 16. كم واحد من نواب الإيداعات والرشاوى موجود في البرلمان؟ حط 7 أو كلهم. إذن وما زالوا متمسكين فيه، بينما كانت المجالس من 2003 إلى 2012 تحل بأتفه الأسباب. لذلك المعارضة الوطنية والشباب الوطني اكتسبوا ثقة أكثر مما قبل، والطرف الآخر هو الذي خسر. والأهم من هذا أن إرادة الناس لم تنكسر. وأنا ما راح أمثل كلام أبو حمود مسلم البراك أو أضرب مثال فيه. أبو حمود وغيره غني عن ثنائي وكلامي، لكن أنا بذكر لكم كلام امرأة كويتية هي أم عمر العريمان. كل اللي سويتوه ما هز هالمرأة هذه. تقول تسلم يدك يا عمر، تلقيت اتصالات عدة من أهل وأصدقاء أرادوا مواساتي باعتقال ابني عمر العريمان، راسم صورة مسلم البراك على الجدران، معبرين عن حزنهم واستيائهم بقولهم الله يهديه ايش له بالسوالف. نعم، ترد عليهم، فمن هداية الله رب العالمين أن جعل لعمر موهبة الرسم استخدمها سلاح لإظهار الحق ونصرة المظلوم. هذه مرة ولدها في السجن، هذه في الكويت، هذا في الكويت ما هي محتلة الآن، ونساء الكويت يقولون مثل هالكلام وابنائهم في السجون.
نعم، فمن هداية رب العالمين أن يكون الرسم معبرا عن كلمة حق في زمن جائر. لا يحق لي أن أمتدح ابني، لكن من عرف عن قرب يعرف مدى إنسانيته وصدقه وشفافيته. عمر يحمل في قلبه رسالة أراد أن يطلقها ليعلمها العالم أسره، أراد أن يرسم وطن آخر فكان ذا مبدأ، ومنه اتخذ الشعار كلمة حق، ولو كانت رسمة يقف أمامها طفل ليحيي ضميرا بات قابعا في السجون، على أمل أن يكبر جيل واعي يناضل من أجل حرية الرأي. اللهم فك قيد الراسم والمرسوم. اللهم فك قيد الراسم والمرسوم وقيد جميع المعتقلين بالسجن، آمين. ثم تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لذلك ميزان الربح والخسارة الخاسرة في الكويت بالدرجة الأولى، والخاسرة فيه الأسرة والنظام بالدرجة الثانية، والخاسر فيها أبناء الشعب الكويتي اللي الآن يتفرجون بألم على ما يحدث في الكويت. لكن هذه التضحيات بإذن الله ستثمر، لأن نملك عاملين مهمين. العامل الأول أننا على حق، نعتقد أننا على حق. والله يا أخواني يوم ما كانوا في فترة من الفترات أذكر كانوا يوزعون من مقراتنا صحف تحرض علينا، جرائد يجيبونها ربطات نزلونها مقر، يطلعون ينزلونها عند فيصل مسلم ربطات، وإلى اليوم من 10 سنوات ما لقوا عند واحد فينا طلقة واحدة ولا خيانة. بينما لو وجدوا عندنا 1 بالمليون من اللي لقوه في خلية العبدلي كانوا ايش سووا فينا؟ هم يعرفون ان ما نخون ويعرفون ان صادقين، لكن يقولون انتم اخطأتم، تطاولتم. انا بسألهم ليش تنظرون للمشهد الأخير اللي كان فيه كلمة يمكن أزعجتكم ما أعجبتكم؟ ليش ما نظرتوا أنتم ايش سويتوا؟ ما تذكرون مشهد ضرب النواب؟ ما تذكرون التحويلات المليونية في حسابات نواب في البرلمان؟ ما يمر على طيفكم أسرة عبد الله البرغش، أطفال عبد الله البرغش؟ يمكن واحد من أطفال عبد الله البرغش ونسائه أو الجبر، يمكن الشيطان اليوم يجيه يقول له يا ليت أبوي قبيض كان الحين في صدر المجالس، يا ليت أبوي كان حرامي. أنا أقول قد يأتي الشيطان ويقول مثل هذا الحديث لما يجد القبيض ما زال يتصدر ويضحك وهو الوطني. في النهاية الكويت ما هي محتاجة أوبريتات وطنية ولا أغاني وطنية. الكويتيين الوطنية شربوها مع حليب أمهاتهم واستنشقوها هواءهم، هواء الحرية. الكويت محتاجة دولة العدل، دولة الحق، دولة أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى قريب. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.